كل ما ورد من أحاديث وفضائل في الإمام علي إنما هي من قبيل الترضية ومن قبيل جبر الخواطر. سأسلم جدلا أن كلها جبر للخاطر. هل يكذب النبي لأجل جبر الخاطر؟ إما هي حقيقة أو لا، إما أن علي بمنزلة هارون من موسى أو لا، إما أن علي باب مدينة العلم، إما أن علي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد عن ابن عباس، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده لمنك بعلي فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون بعدي. يعني إذا كان جبر خاطر يعني كذب. علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يهدى علي الحوض. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. يقول أوشك أن أدعى فأجيب. يا جماعة هذا يطيب خاطر؟ هو يوصي وصاياه الأخيرة يا علي من فارقني فارق الله ومن فارقك يا علي فارقني. تطيب خاطر يربط بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تستقيم مع الله وأنت مفارق لعلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد عصاني. بصراحة هذا المنهج منهج خطير جدا. هذا المنهج نستطيع أن ننسف الدين كله من خلاله. والله النبي أمر بهذا الأمر، ما كان قصده ذلك، ما كان قصده نصلي، كان قصده نهدأ شوية من الحرب. أمر بالوضوء، كان قصده نبترد، ما كان قصده أنه نتوضأ. ما بيصير كلام النبي يؤخذ كلام نبي، مش كلام نتسلى فيه، كلام ممثل، كلام صحافي، كلام شاعر. لا، كلام النبي.